خير على احلى متابعين. وحشتوني قوي وحشتوني كتير. في الاول كده هنصلي على النبي زي ما اتعودنا عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل صينيه البطاطس بالخضار باللحمه، حاجه كده خرافه، وعلى النار من فوق، على عين البوتاجاز من فوق، مش في الفرن. صينيه في منتهى الجمال وريحتها هتجيب لاخر الشارع. بصوا عامله ازاي، بطاطس مهريه واللحمه مهريه، حاجه كده في منتهى الجمال، جميله جدا هتعجبكم. هقولها لكم بالخطوات وسهله جدا. هنشوف مع بعض. يلا بعد نشوف مع بعض يا حلوين الخطوات. يلا معايا كده 5 بصلات صغيرين انا خرطتهم متوسطين يعني كده، ومعايا فلفل الوان انا مفرزاه، ومعايا كيس جزر برضو انا مفرزاه، ومقطعه البطاطس كده مكعبات، ومعايا فلفل اسمر وملح وبهارات لحمه طبعا بتودي الطعم في حته تانيه، ورق لورا و4 وحدات حبهان. هنشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. الصينيه دي بتبقى جميله جدا 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 وحلوه قوي، طعمها روعه. هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط البصل كده، وهنعمل ايه، وهنحط البهارات بتاعتنا زي ما انتم شايفين دي كده. وهنروح داعكين البهارات كلها. طبعا الحركه دي بتفرق في الطعم جدا. طبعا الطعم ده يعني بيبقى بتفرق خالص انك تدعكي البصل بالبهارات دي كده، بتفرق جدا في الطعم، تدي طعم حاجه كده خرافه. بصوا اهو شايفين في منتهى الجمال وريحتها جميله جدا. هنحط عليها البطاطس، وبرده نبتدي نجيب كله كده مع بعضه وندعكه برده بالبهارات بتاعتنا. بصوا شايفين عامله ازاي، جميله جدا 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 اهي. زي ما قلت لكم بيفرق في الطعم، لازم تعملي الحركه دي عشان صينيه البطاطس تطلع طعمها جميل ولذيذ كده معاكي اهي. شايفين. هنبدا بقى نحط الفلفل الالوان بتاعنا اللي انا مفرزاه اهو كده. هنبدا برده في البهارات بتاعتنا. شايفين الخضار لوحده يتاكل كده من غير اي لحمه ولا اي حاجه، ده يتاكل لوحده كده جميل جدا اهو. معايا بقى اللحمه بتاعتي انا مشوحاها بحته سمنه كده ومعلقتين زيت. بصوا عامله ازاي. اللي عايزه تسلقيها اسلقيها، انا شوحتها، دي بتدي طعم تاني برده خالص، بتختلف عن المسلوقه. وطبعا الصوص بتاعها اللي انا شوحت فيه اهو هنحطه كده. شايفين اهو، ده بيدي طعم رهيب برده. هنبدا بقى نحط اللحمه بتاعتنا اهو. شايفين المنظر بقى جميل قد ايه. وحطيت الجزر عشان لسه متجمد. وهنبدا نحط كوبايه الميه عشان البطاطس تستوي معانا. انا على فكره عامله محمره يعني مشوحه اللحمه وسويتها 3/4 سوا، مش سوا كامل، 3/4 سوا اهي. شايف. هحطها بقى على النار. وحطيتها ايه الجزر عشان متجمد معايا اهو. هنحطها على النار. لو عندك بقى انت سلقاها طبعا بتحطي بدل الميه شوربه لحمه. انا حطيت ميه، كوبايه ميه اهو. شايفين بتفرق خالص في الطعم والجمال ده. هنحطها بقى على النار وهنشوفها مع بعض برده. كمان هنحط رشه الزيت. هنحط بقى نص معلقه الثوم المفرومه دي برده بتودي الطعم في حته تانيه خالص اهو. شايفين انا حطيتها هنا. دلوقتي بقى هنحطها على النار وبرده هنشوفها مع بعض شكلها ايه. بصوا بقى كده هنبدا نحط طماطمتين متقطعين. بصوا شايفين اهو. شايفين حطيت طماطمتين متقطعين تقطيع مكعبات او عشوائي مش مشكله اهو. شايفين عامله ازاي. وهنسيبها برده تستوي مع نفسها كده وهنشوفها مع بعض. بصوا بقى هي كده داخله في السوى. البطاطس بدات تستوي اهي. شايفين اهي. شايفين بدات تستوي خلاص، فداخله في السوى. فاضل لها بس ايه يعني بالظبط بتاع 5 دقايق تشرب الميه بتاعتها. انا مش عايزه اقول لكم ريحتها جايبه لاخر الشارع، جميله 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 ما شاء الله، حاجه كده روعه واكله سريعه وما بتاخدش وقت اهي. اما تخلص بقى خالص نشوفها مع بعض. بصوا بقى جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده طعم وشكل الحاجه، واقسم بالله الريحه كانت جايبه لاخر الشارع. بصوا البطاطس مستويه جدا جدا جدا، مهريه اهي. بصوا عامله ازاي مهريه، واللحمه بصوا مهريه. بصوا عامله ازاي اهي. اهم حاجه تسويها 3/4 قبل ما تحطيها في الصينيه. بصوا عامله ازاي. يا رب بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى بشير واشتراك ولايك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي.